خلينا متفقين ان الفوز مهم مفيش كلام، ولكن عندنا اخطاء. لسه عندنا اخطاء، والمدير الفني حسين عمود اعترف بالكلام ده خصوصا في المؤتمر الصحفي، وقال لك الاخطاء مش زي المباراه اللي فاتت واقل من المباراه اللي فاتت بكتير، بس لسه عندنا اخطاء ولسه عندنا مشاكل ولسه الفريق ما حققش 60% من الافكار اللي انا عايز انفذها داخل الملعب. ده كلام حلو وكلام منطقي وكلام جميل. انا المهم بالنسبه لي كان الفوز. الفوز هو المهم في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي، لان الفوز بيجيب فوز، وزي ما قلت لك الاداء بيجيب اداء بعد كده، والاداء بيتطور مع الفوز. فمش ينفع ان احنا نطور في الاداء او نعدل في التشكيل او نعدل في اي حاجه في الفرقه وانت بتخسر. انما طول ما انت بتكسب والدنيا ماشيه معاك تقدر ان انت تحسن من ادائك، تقدر نشوف الاخطاء اللي انت بتقع فيها وتقدر انت تحسنها، تقدر تشوف مشاكلك فين وتعالجها. وكل الكلام ده هو يقدر ينفذه مع الماتشات زي ما قلنا. وان انت تقدر تحكم على المدير الفني ممكن من 5 6 ماتشات، تقدر انت تتكلم المدير الفني عنده ايه، بيعمل ايه، بيطور من لعيبته ولا لا، بيقلل من الاخطاء اللي عنده في الفرقه ولا لا. وكل الكلام ده منطقي جدا. يمكن احنا بدأنا اول نص ساعه كان شكلنا حلو في الملعب، بنضغط ضغط عالي، ضغط منظم، كل الكلام ده كان شكله كويس. بعد ما حرزت الهدف طبيعي ان انت تتراجع، طبيعي ان انت مش هتضغط طول الشوط على فرقه زي زد، فرقه عندها لعيبه وعندها كوره برضه، عندها مدير فني محترم. فكان طبيعي ان انت تتراجع شويه بعد طبعا ما تقدمت، ولكن مش بنفس الطريقه اللي احنا تراجعنا بيها، لان احنا استقبلنا لعب كتير في اخر ربع ساعه وكنا ممكن ان احنا نخرج من الشوط الاول متعادلين. دخلت الشوط التاني كان شكلك احسن، واقف على رجلك، مستحوذ على الملعب، قدمت شوط كويس، قدرت انت تحرز الهدف التاني تقتل المباراة على فرقة زد. كان في بعض الرعونة من بعض اللعيبة في نهاية المباراة زي عمر الساعي وزي منصور بكرار في الأنانية والفردية بتاعتهم. زود في النتيجة، ما تضغطش نفسك، ما تدخلش نفسك في قصة ان انت تلبس هدف وتبقى 2-1 والنتيجة تعارب منك، او تضغط نفسك في اخر المباراة. خلص نفسك من البداية وبعد كده اعمل اللي انت عايزه في الملعب. فالفردية دي نتمنى ان هي تتعالج، نتمنى ان احنا نشوف الاخطاء اللي احنا بنقع فيها ونبدأ ان احنا نعالجها في المباراة الجاية زي ما عملنا كده في الماتش ده، وعالجنا الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها في ماتش الشرقية ام بي. فاتمنى ان احنا الاداء يتطور عن كده. زي ما قلت الفوز بيجيب فوز والتطور بيجيب تطور، وان شاء الله الحسين عموته يقدر يقول ان هو يقدم حاجه كويسه مع الفرقه. وشفنا طبعا خير مثال بن شرقي مستواه مع الحسين عموته عامل ازاي، هجوميا ودفاعيا، والراجل متواجد في كل مكان في الملعب، بيقدم من افضل مواسمه مع النادي الاهلي لحد دلوقتي، والراجل واخد مان اوف ذا ماتش في المباراتين. فنتمنى ان احنا نكمل على كده، ونتمنى ان احنا نشوف بقيه اللعيبه، ونتمنى ان احنا نشوف بن جديده بقى في المباريات الجايه كمهاجم صريح للنادي الاهلي، ويبدا ان هو يلعب اساسي. نشوف منصف بكرار في مكان تاني غير المكان ده، لان واضح ان هي مش ماشيه معاه خالص في المكان ده كمهاجم. ونشوفه ممكن يلعب تحت الفيرود، وممكن تودي زيزو وينج يمين وتدخل بقى بن جديده مهاجم. نشوف بقى ايمان لما يدخل مع الفرقه. فعندك